أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في الفصل الرابع من كورس المدرب الشخصي المعتمد من نسهم، ألا وهو بعنوان Behavior Coaching، يعني التدريب السلوكي. المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهارده: رقم 1 Summarize Client Expectation of a Certified Personal Trainer and Fitness Environment. وهنا هندي شوية ملخص كده لتوقعات العميل من المدرب الشخصي وبيئة العمل اللي هو من الجيم اللي هو جاي فيه. يعني هنتعلم العميل لما يجي لك هيكون متوقع منك ايه، سواء من ناحية التعامل، الاهتمام، المتابعة او الخبرة اللي هتديها له. وكمان هنعرف ازاي نوفر له بيئة تدريبية مريحة وامنة عشان يثق فيك اكتر ويكمل معاك. رقم 2 Assess a client stage in a changing unwanted behavior. هنعلمك هنا ازاي تقيم كل مرحلة من مراحل التفكير الخاصة بالعميل عشان تقدر تغير السلوكيات الغير مرغوب فيها. يعني عميل لسه بيفكر، عميل لسه هيكرر، عميل قرر وبدأ، في أي مرحلة العميل واقف، وإيه أفضل طريقة وأفضل أسلوب تقدر تساعده بيها عشان يحقق الهدف ويستمر بالتمرين معاك. رقم 3 بقى Effective Initial Session Strategies. وهنا هناخد استراتيجيات الخاصة بالفيرست حصة، الحصة الأولى تبقى فعالة ازاي عشان الانطباع الأول زي ما قلنا هو اللي بيدوم. فهنتعلم هنا ازاي تبدأ صح وايه اللي تعمله من اول مقابله عشان العميل يحس واو انا اخترت صح، هو ده المدرب اللي انا كنت بدور عليه. رقم 4 بقى Communicate effectively and build client rapport. وهنا هتاخد بعض الحاجات اللي هتخليك قادر تتواصل بفاعلية وتبني علاقة قوية جدا مع العميل. يعني هنتعلم ازاي تتكلم مع العميل، تسمعه، تفهمه، ازاي تبني ما بينكم ثقة متبادلة عشان العميل يرتاح لك، لانه لو ارتاح لك هيثق فيك ودي فرصة اكبر بقى لاستمراره معاك. رقم 5 Implement Behavior Change Techniques. هنطبق هنا بقى بعض التقنيات الخاصة بتغيير السلوك. يعني هنشوف بعض الطرق اللي هتساعد العميل انه يلتزم، انه يبني عادات جديدة صحية بدل العادات القديمة اللي كان بقى فاست فود وخروجات ونوم متأخر والكلام ده كله. فيبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. Introduction to Behavior Coaching. مقدمة في التدريب السلوكي. طبعا من اللي شفناه في المقدمة، عشان تقدر تخلي أي عميل يتحرك ويلتزم بالتمرين فمش كفاية انك تديله برنامج وتكتبه له وخلاص، لا، المشكلة ان في ناس ممكن تبدأ أصلا معاك وتبطل. طب بتبطل ليه؟ محدش عارف، وانت كمان بعد ما بتتصل بيهم فما بيردوش او يقول لك هنبقى نيجي وما بيجوش، ما بتبقاش عارف ايه هي المشكله. فالفصل ده بيأكد ازاي كمدرب تقدر تخلي العميل بتاعك يفضل مقتنع بفوائد التمرين ويكمل عليها على المدى الطويل. يا مهما اتغيرت الدنيا والظروف، اتجوز، اتخرج، ايا كان بيشتغل، برضه يفضل مستمر. ودي مهمه جدا عشان تحافظ على دخلك كمدرب شخصي للمدى الطويل. هتفهم هنا ايه اللي بيأثر على سلوك العميل، هتفهم بعض النظريات اللي بتغير بيها سلوك العميل وتطبقها ازاي، ودي موجودة في علم النفس. ازاي تحدد احتياجات العميل من اول جلسة، ودي مهمة قوي يا جماعة المهارة دي. يعني عميل جالك فانت عينك فيه ايه انه كده وهو داخل انت جاي عشان 1 2 3، يقول لك يا ده المدرب ده فاهمني والله لا اخش معاه، فاهم قصدي؟ عشان كده الفصل ده بيتكلم على الحاجات الاساسية اللي هتساعدك تفهم العميل وازاي تحفزه وازاي تحل له مشاكل عدم الانضباط عشان يستمر في التمرين. Client expectation of a certified personal trainer. يا ترى العميل بيتوقع ايه من المدرب الشخصي؟ أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sane to nutrition,